السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على الاشتراك في القناة وعلى الدعم بتاع حضراتكم، وأتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك وتعملوا لي لايك وشير وكومنت للفيديوهات بتاعتي وللقناة بتاعتي. هنتكلم دلوقتي على المباراة بتاعت الأهلي وفيوتشر. وطبعا النادي الاهلي النهارده زعلنا كلنا، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الاهلي بعد 9 مباريات فوز على التوالي اتعادل النهارده مع 2 علي ماهر وفيوتشر. علي ماهر لتنظيمه للماتش وقرايته لنادي الاهلي و عرف يقفل على مفاتيح النادي الاهلي. الا بسيط قوي، يعني كام كرة قوي حسين الشحات عدى بيها، كام كرة بسيطة قوي بيرستاو عدى بيها، قفل على كهربا قدام خالص. خط النص كان بيتحرك شوية في النادي الاهلي، مش وحش يعني. خير الحمد لله، رب ضارة نافعة، وان شاء الله باذن الله كان عندنا امل ان احنا نكسب النهارده، وكان نعدي ماتش الاسماعيلي الجاي وماتش الاتحاد الجاي ونحقق بطولة الدوري العام، بس الحمد لله خير. احنا دلوقتي كان ناقصنا 9 نقط، خدنا نقطة كده منهم، ناقص 8 نقط بحيث نحقق لقب الدوري. عندنا ماتش الاسماعيلي الجاي ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمنا فيه ونكسب وناخد ال3 نقط، وبعديه ماتش الاتحاد ربنا يكرمنا وناخد 3 نقط، وبعديه ماتش الزمالك. الفرحة تبقى ان شاء الله باذن الله، ربنا شايل لنا الفرحة للماتش ده باذن الله، تبقى فرحتين: الفوز اولا على نادي الزمالك، وثانيا الاحتفال بالدوري واستلام درع الدوري في الملعب باذن الله. فربنا الحمد لله شايل لنا الخير للماتش ده ان شاء الله باذن الله. بالنتيجه بتاعت النهارده وبالاداء بتاع النهارده بتاع اللعيبه كده، اثبت لنا اللي احنا محتاجين ضروري جدا راس حربه عنده امكانيات غير اللي عندنا خالص. احنا محتاجين راس حربه هيدرز قوي سريع، عارف مكان الجون، زي فلافيو، زي عماد متعب، زي الناس اللي كانت عندنا دي. احنا محتاجين مهاجم قوي، يعني احنا عندنا هجمات، عرضيات، كور جايه من تحت من خط النص، اما عشان حد يترجم الكور دي لاجوان دي مش للاسف مش متحققه عندنا. طيب باذن الله ربنا يكرمنا في المطوشه اللي جايه، وان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير، وماتش وعدى ونبدا صفحه جديده ان شاء الله بماتش الاسماعيلي. النهارده مستر كولر بدا الماتش بالشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، ومحمد هاني. خط النص كان فيه ديانج وكان فيه مروان عطيه. وديانج الايام دي من ساعه ماتش في الوداد في القاهره وهو مستواه بدا يعلى ويجيب مستواه اللي احنا عارفينه كلنا. ومروان عطيه بسم الله ما شاء الله، ربنا يحرسه ويحفظه، لعيب الله اكبر، واقف على رجله بسم الله ما شاء الله، بيعرف يباصي، رجله كويسه قوي على الجون. كنا محتاجين فعلا راجل زي ده في خط النص، والحمد لله ربنا وفقنا فيه. بدأ في الشمال وينج شمال بحسين الشحات، واحنا قلنا الحمد لله اللي حسين الشحات هيبدأ النهارده عشان ما بدأش الماتش اللي فات. وبدأ في الوينج اليمين ببيرستاو الجنوب افريقي، وفي راس الحربة قدام بدأ بكهربا. للأسف النهارده كهربا يعني ربنا ما كتبلوش التوفيق، معرفش يحرز هدف النهارده، فخير الحمد لله. بيرستاو حتى لما كهربا طلع وهو طلع نزل راس حربة، للأسف برضه مش حتته، هو في الوينج اليمين أفضل من راس الحربة بكتير جدا. طبعا طلع كهربا وطلع ديانج وطلع كوندوسي ونزل قفشة وطاهر كريستو لعيب صغير، بس للأسف عايز ينسجم أكتر من كده مع الفريق عشان نقدر ناخد منه إنتاج. هو لعيب كويس جدا وعنده كتير، بس محتاج ياخد شويه على الفريق، ينزل بدري شويه، ياخد في ماتش سهل، ما ينزلش في ماتش زي ده الفريق متعادل فيه وينزل في الدقيقه 80 هيبقى متسرع في قراراته زي ما احنا شفناه النهارده.
خير ان شاء الله. عايز يبدا ماتش يكون سهل شويه، او ينزل حتى شوط من اوله والفريق كسبان مثلا جايب جونين ولا حاجه في الشوط الاول، وينزل هو من بدايه الشوط الثاني، هنتفرج على لعيب كويس جدا. هو عنده امكانيات كويسه جدا بصراحه. طاهر محمد طاهر، احنا طبعا النهارده ما كانش في مستواه بصراحه. يعني جاله كرة قدام الجون حطها بطريقة وحشة قوي. الباص بتاعه النهارده ما كانش مظبوط، فمش مشكلة ان شاء الله باذن الله الايام الجاية ربنا يكرمه ويرجع لمستواه. قفشه النهارده لعب ماتش كويس جدا، وكان بيباصي، وعنده عينه كويسة قوي قفشه في الباص بتاعه في الثرو بتاعه. فالحمد لله النهارده ربنا كرمه وتوفق، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا المطوشه الجايه والايام الجايه دي. زي ما قلت لكم ان شاء الله باذن الله الحمد لله الحمد لله ربنا ما كتبلناش النهارده الفرحه بالفوز بالثلاث نقط. بس انا حاسس ان ربنا شايل لنا الفرحه دي هتبقى فرحتين. اولا فوز ان شاء الله باذن الله، نحقق الفوز على نادي الزمالك باذن الله، ونحصد اللقب الدوري في الماتش بتاع الزمالك، ونستلم درع الدوري في الملعب. ولو سالت اي واحد اهلاوي هيقول لك انا الماتش ده لو كسبته وحققت فيه اللقب بتاع الدوري واستلمت الدرع، الفرحه تبقى فرحتين، ومش فرحتين، فرحه كبيره جدا جدا جدا، واي اهلاوي يتمناها ان شاء الله. اشكركم على حسن متابعتكم ليا، وده كان تحليل بسيط وسريع جدا للمباراة، والقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وبطلب من حضراتكم اللي ما اشتركش في القناة يدعمني ويشترك معايا في القناة، واستأذنكم في لايك وشير وكومنت، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.